السلام عليكم. سنتكلم اليوم عن بنات تونس، وهم يعتبرن من أجمل النساء، وهم نساء متحضرات ومتفتحات وليس عندهم أي عقد، كما هم أيضا رجال توانسة، هم أصحاب دم بارد وعقلية متفتحة وليس لديهم أي عقد أو خلفيات أو سلبيات تجعل الحياة الزوجية محطات نغص وشك وصراع دائم ووساوس، وهكذا تكون الأسرة السعيدة بعيدا عن العقد والشكوك، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن بعض الظن إثم، وكل إنسان مسؤول عن نفسه، لقوله تعالى: من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، يعني أن كل إنسان يحاسب نفسه قبل أن يحاسبه الناس أو يحاسبه العباد. باختصار، بنات تونس هم بنات رومانسيات طيبات القلب يصلحن للزواج، وهم صاحبات مسؤولية وعندهم عقلية جيدة ورائعة وراقية، مثل جميع بنات الدول العربية التي سنتكلم عليهم في الحلقات القادمة إن شاء الله. وأيضا كثرت العنوسة في تونس بسبب كثرة البطالة ونقص الموارد المالية والنمو السكاني الكبير الذي تشهده تونس. يجوز الوقت هكذا كاين علاقه، ما نكونوش ضد العلاقات، كاين عنده علاقه يكون في حال يخرج راجل يقعد معها عامين 3 سنين كلش ينويها يتزوج بها على حسب الظروف تاعو. بصح انا نقول بكل صراحه نشجع الزواج التقليدي، وان شاء الله يا ربي اللي ناوي الحلال، اللي جان اون جينيرال اللي ناوي الحلال ماشي حاب يدخل في علاقات، كاين ما يحبش يدخل في علاقه، يقول لك انا نتزوج، انا حاب نتزوج. شوف هؤلاء عجباتو في فتره الخطوبه يتعرفوا ومن بعد يكون بيناتهم الحلال وكلش، يجيبوا دريه صالحه يكونوا بالبيان. انا عندي الحق، خاطر انا نقول لك حاجه، نهضر بكل صراحه، في الجزائر العنوسه كثرت بزاف، هم البنات لا ماجورتي ما تزوجش، نقول لك انا ما تزوجوش خاطر شدوا في الخط الراشي، تسنى في عامين على الاخر يجوا الخطابه، كاع جاونا الخطابه، خاطر نهضر لا لوجيك لا في من لاج 19 ما يخطبوا فيها، ما كاينش ما يخطبهاش، يخطبها وليد خالتها وليد عمتها لا فامي الجيران كلش، وهي شاده في الزيت. شوف اللي شاده في الزيت يبينها حاجه شابه ربي يكملهم. بصح انا نقول بكل صراحه نكوراجي بزاف الزواج التقليدي، وان شاء الله اللي يجي يخطب ان شاء الله يلقى نصيبه ويتفاهموا. قلت لك فتره الخطوبه يتعرف عليه، فتره الخطوبه يتعرفوا، ولا ما تعرفوش خلاص كل واحد يروح في حاله. كيف فهمتني؟ كلام صحيح. ونسمع الآن هذه المرأة التونسية ماذا تقول. انا نطلب الحكومة جديدة، انا في وقت بورقيبة ما عرفتش اللي يجي يخطب يقول الدنيا غالية، جابن علي نفس الشيء ما عرفتش، بس كنت شايف الحكومة جديدة تبقى لي حسب العرس ولا تشري بالجديد والدنيا ترخص لي وكمل لي بيها، واش مني ما نعرفش نعرف مع الحكومة هذيا باش تقبلني. آمين إن شاء الله. ربي يسهل لكل امرأة تنوي الحلال والزواج. وهناك مكاتب كثيرة أيضا للزواج في تونس، وبنات تونس هم بنات أصل وصاحبات مواقف، ولا يتركونك في وقت الشدة ولا في أي وقت. وهذا مقطع كوميدي مضحك لهذه المرأة التونسية، هو مجرد هزار فقط، لا تأخذوه على محمل الجد. فاجأت شابة تونسية تدعى الحاجة سندس النشطاء على السوشيال ميديا بنشرها فيديو وصفته الأغلبية بالجريء والغريب. لماذا؟ دعونا نتابع.
باش تكون اول تونسيه تعقد تتعرس بزوز رجال. لذلك بما ان القانون التونسي يكفل لي اني نتزوج بزوز ازواج ويمنع تعدد الزوجات للرجال ويسمح لتعدد الازواج بالنسبه للنساء، لذلك قررنا انا وزوز اشخاص اخرين باش نعرسوا، باش ناخذها من زوز كوا وهما موافقين بيان سور، وقررنا باش نعقدوا القران نهار 31 ديسمبر ستادير ابري 2 سيمين. نستدعى اصحابي وحبايبي والعباد اللي تحبني والعباد اللي تفرح لي بيان سور، وبهذا سأكون أول امرأة تونسية تتزوج من رجلين في نفس الوقت. ولقد تعرضت لهجوم كبير من الجماعات الإسلامية. أعلنتها وبكل شفافية وصراحة. التيك توكر التونسية ستكون أول امرأة تونسية تتزوج من رجلين في وقت واحد. صدر مع الفيديو شريحة كبيرة من النشطاء مثل سارة التي استنكرت بشدة كلام الشابة، فقد قالت: الذي حصل ويحصل لم يعد يتقبله عقل، لا دين، لا عقيدة، لا ضمير، لا أخلاق، لا رقيب ولا حسيب على الدنيا السلام. النور من جهتها استغربت من تصرف الشابة، فقد قالت في تعليقها: طيب إذا القانون يسمح الدين وين راح؟ وتقول كم أنا سعيدة، بعد سعيدة على وش؟ على أنك بتاخذين 2 وش الإنجاز. طيب الله يشفيك ولا يبلعنا. أما حساب أنتي فقد طلب السلطات التونسية بمعاقبة الشابة. تكوني ذكية. أنا نحكيكم على خطط اللي عملتهم الآنيس باش تستيتو قبل كل شيء. هذا هو الحل باه تعيشي مع راجل تونسي. تمام دوك نحكي لكم على عندي سؤال. كيف خدمتي العبادات؟ تحكي لنا كيف تعلمتي الخياطة؟ كثر لنا فيديوهات الخياطة تاعي. شوفي أول حاجة ما عندي مخدم كل شيء يعني قلت لك كل شيء طبيعي يعني ما خدمت حتى شيء. ونحب كيف تعلمتي الخياطة وكثرينا فيديوهات الخياطة. وهذا فيديو واحد آخر يعني تاع الخياطة خلوه فيديو واحد آخر. كيف عرفتي هذه كيفاش تعرفت على زوجي؟ سؤال هذا إجابته في فيديو وحده يعني. أيوة لازم يكون معايا أنيس في الفيديو. قلت قولوا لها شتهب لي عسل عيشك 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 عيشك. نموت عليك أمانة زينة المتربية الحبة بنت بلاد عيشك. شكرا شكرا شكرا. لا تنسوا دعمنا بالجام والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. ونجاوب يعني بطريقة أخرى.